السلام عليكم دراري وبنات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كاينين بزاف ديال الدراري كيقولوا لنا دير لنا شرح تطبيقي، فانا غادي نجاوبكم في هذا الفيديو. هذا الفيديوهات التطبيقيه راه جايين راني خدام عليهم. يقدروا يوجدوا من هنا لداك الشهر تقريبا شهر ونص غادي يتلاحوا كاملين. فالا كنتي جديد دير معاك داك سبسكرايب ولايك، والناس القدام يديروا لايك وكنشوفكم. وميساج للناس الجداد، انا هنا ماشي باش نقول لك غتدخل 10 المليون ولا 100 مليون في الشهر. انا هنا فين دري بحالي بحالكم، اعتبرها صاحبك، اعتبرها اخوك، كنبارطاجي معاك لي زيكسبيريونس اللي دوز، حيت حتى انا واحد النهار كان خاصني راس المال باش نبدا. فانا قررت علاش ما نبارطاجيش ليكسبيريونس ديالي اللي دوز، ربما تعاونك حتى نتايا اولا انتي. كيف ما كتعرفوا الانترنت كامله اون جينيرال فيها الفلوس، ولكن هذا ما كيعنيش ان خاص يكون عندك البيسي او لا ويفي فايبر او شي حاجه اللي واو باش انك تولي تربح. الانترنت كما كتعرفوا هي واحد الوسيله اللي كتربط ما بين نقطه A والنقطه B. النقطة A هي البلاصة نتايا اللي فيها، ونقطة B هي الفلوس. دونك الانترنت هي اللي كتربطك ما بينك نتا وما بين الفلوس. وطبيعة الحال باش انك توصل لهاد الفلوس هادو خاص تكون عندك واحد الخدمة، اي انك خاصك تكون كتقدم واحد السيرفيس لواحد الناس معينين اللي هما محتاجينه، وبهكا هما كيكونوا رابحين وتا انت كتكون رابح. اليوم غادي نعاود لكم ستوري تايم ديال نهار دخلت 1000 درهم نهار واحد. كنتمنى انك تفرج الفيديو من الاول حتى الاخر باش انك تفهم المعلومات كامله اللي كاينه في هذا الفيديو. اول مره كنت غادي نسمع على الديجيتال برودكت، نهار فين مشيت قلبت عليه لقيت بان الناس كتدخل منه فلوس اللي صحيحه. علاش؟ حيت اول حاجه ما كيطلبش منك جهد اولا ديبلاسمون اولا البلاصه فين انك خاصك تستوكي السلعه اولا ليفريزون. دونك هادشي كامل وكاينين بزاف ديال الحوايج اللي الديجيتال برودكت كيهنيك منهم. دونك وانا في الطريق ديالي كنبدا نقلب لقيت بانني خاصني نقاد واحد الباج ديال انستغرام ونحط كاع لي برودكت اللي كاينين عندي، يعني اللي نقدر نشري. والصراحه حتى قديت هادشي كامل ونسيت واحد الحاجه اللي ما كنتش ضارب لها الحسبه نهائيا، اللي هي انني خاصني الفلوس ديال الادز. فانا شنو كنت كندير؟ كنمشي لي باج وكنقول لهم الا خصكم بالسيرفيس الفلاني او البرودكت الفلاني كونتاكتيوني. ولكن مع ذلك ديك مول الباج الاكثريه كيكون كيمسح لك الكومونتير ديالك، فبالتالي طحت في المشكل ديال انني خاصني نجيب كلاينتس. فهنا شنو مشيت درت؟ قديت واحد الباج ديال فيسبوك اللي كنت كنبارطاجي فيها الميمز، حتى قدرت نوصل داك الباج ل 60000 فولوور. فهنا شنو درت؟ داك 60000 اللي كانت عندي كامله ولا بد غيكون على الاقل 10% ديال دوك الناس غيكونوا انتريسي بشي برودكت الا بارطاجيتو ليهم. انا بداو كيجيوني الناس فاش بارطاجيت معاهم لاباج ديال البرودكت، ولقيت مشكل ديال ان البرودكت ما كيكونش عندي. دونك خاصني تيخلصني خونا باش نشد داك الفلوس ديالو ونمشي نشري بهم البرودكت وناخذ انا الربح ديالي ونعطيه هو البرودكت ديالو. وبهكا بفتره اللي قصيره بزاف قدرت انني نجمع 1000 درهم. والصراحه فتها لا واحد النهار ضربت 1000 درهم في نهار واحد. فهنا بالضبط جلست مع راساتي وعرفت الفلوس بان الا كنت بغيت نجبدها من الانترنت سهله، ماشي كيف ما كنت معقدها في راسي. حيت حتى انا كنت كنقلب في فيسبوك، كنت كنقلب في يوتيوب، كنت كنقلب في جوجل باش اني ندخل واحد المبلغ محترم من الانترنت، ولكن داكشي كامل اللي كنت كنتفرج فيه كانوا كيعطيوه ليا على شكل شي حاجه اللي معقده. موراها بشويه وليت باغي انني نشري شي فورماسيون باش تسهل عليا الطريق، ولكن بحكم ان الاكثر ديال الدراري وبنات اللي كنت كنعرفهم كانوا كيشريو فورماسيون كان كيتنصب عليهم في اغلب الفورماسيون. فهنا شنو مشيت كندير؟ بديت كنقلب في جوجل على شي فورماسيون اللي كتكون مسربه، والاغلبيه كانت كتكون بالونجلي. وكنت لقيت واحد الفورماسيون اللي كانت مسربه، مي فاش تيليشارجيت الفيديوهات في داك الفيديوهات كان واحد الفايل انا ما بانش ليا، وداك الفايل كان على شكل PDF وكان فيه فيروس. دونك هنا قلت خاصني نبعد من شي حاجه اللي كتكون مسربه، ومشيت دخلت ليوديمي كنطابي النيش اللي انا باغي اولا الحاجه اللي انا باغي، وكنمشي للبرايس كندير لها فري، وكيطلعوا لي بزاف ديال لي كور اللي كيكونوا الصراحه فابور كيكونوا زوينين. طبيعه الحال ما غاديش تلقى المعلومه كامله اللي انت باغي، ولكن على الاقل كتكون كتوضح لك الصوره. واخا الصراحه كانت عندي ديك اللونغي ديال الهنود، ولكن هي اللي صوفاتني باش انني نفهم المعلومه كما خاصني نفهمها. والنصيحه اللي نقدر نعطيك انت اولا انتي سواء كنتو جداد اولا من الناس القدام في الانترنت، حاول انك تشد حاجه وحده، ما تبقاش تنقز من حاجه لحاجه ومن حاجه لحاجه، حيت غادي تضرب مده وتقدر كاع سنوات وما غادي توصل حتى شي نتيجه، وغادي يصحاب لك بان هذا الشيء ما فيه والو، ولكن المشكل كاين فيك انت. فهذا الشيء نقدروا نطبقوه في الحياه الواقعيه. لنفترض انك باغي تدخل فلوس في الحياه الواقعيه وباغي تتعلم واحد السيرفيس اولا واحد المهنه، وحنا ما نبعدوش بزاف، ناخذوا نجار او بلا صباغ
اولا زلايجي او كاينين بزاف. باش انك تدخل الفلوس اقرب وقت وبلا تضيع الوقت هي انك تشد في حاجه وحده وما تطلقش منها. اما الا كنتي كضرب شهر في هذه المهنه وشهر في هذه المهنه وشهر في هذه المهنه، فراه غادي دوز 3 سنين 4 سنين غتلقى راسك ما شاد حتى شي وحده فيهم. غادي تكون شاد لي باز، ولكن لا طحتي في التيران ما غادي دير والو. دونك كيما هاد اللعيبه كتنطبق في الحياه الواقعيه فراه كتنطبق حتى على الانترنت وبزاف كاع. وانا كنظن بانه حاليا كاين واحد الحاجه اللي سميتها الاي اي، دونك كتسهل عليك بزاف ديال الحوايج اللي تقدر دوز منهم في واحد المده اللي قصيره. ولنفترض انك مثلا باغي واحد الكونفرساسيون مع شات جي بي تي، ما تجيش نيشان وتقول له عطي لي مثلا 10 ديال النيشات اللي يكونوا خدامين في 2026 و 2027. خاصك تعطيه واحد التكست اللي يكون مفصل ويكون مدقق على داك الشيء اللي انت باغي. على سبيل المثال لنفترض انك مثلا باغي تولي تريدر، غادي تعطيه اللاج ديالك، كتقول له مثلا ها شحال في عمري وانا ها فين كنسكن وراس المال ديالي هو قدا او لا قدا وراني كنقرا او لا راني كنخدم. دونك ها هي الوقيته اللي كتكون عندي خاويه، كتعطيه كاع لي زانفو اللي هو يحتاجها. من بعد كتقول له بان بغيت ندير التريدينغ، باش كتنصحني وكتزيد شي معلومات اللي يقدروا انهم يعاونوك باش يعطيك هو المعلومات الكافيه. وإلا تبعتي داكشي اللي كيقول لك راه على الاقل غادي تاخذ واحد 70% ديال المعلومات، وما تبقاش تفيزي على شي حوايج اللي بعاد، وما تخليش الريلز ديال انستغرام ياثروا فيك، حيت داكشي البسيط اللي كيدور حداك هو اللي كيخلي الافكار ديالك واش تزيد لقدام اولا ترجع للور. حيت لونطوراج ديالك الا كان مزيان وفيه بزاف ديال الموتيفاسيون فراه غادي حاجه اللي زوينه وما غتبقى تعكز على حتى شي حاجه. حيت تشوف الناس اللي دايرين بيك كيتقادلوا واخا في ابسط الحوايج. فهذه نقطه مهمه بزاف وحاول تركز فيها مزيان. وما تنساش كلشي كاين في الانترنت وفابو، ما تحتاجش انك تشري واحد الحاجه، غير الحاجه اللي مطلوبه منك هي انك داك الماده هي ان داك الماده الرماديه اللي عندك في الدماغ ديالك خاصك تخدمها. دونك الدراري هنا فين باش نشرح لكم اكثر بالنسبه للناس اللي ما فهموش. على سبيل المثال ديجيتال برودكت فيه الحوايج الايجابيين والحوايج السلبيين بحال اي دومين في الانترنت. دابا ندويو بالنسبه للحوايج الايجابيين. اول حاجه ما كتكونش محتاج ان يكون عندك ستوك فين تحط داك البرودوي ديالك، حيتاش نتايا كتبيعو غير في الانترنت النت، فهمتي. وهاد اللعيبه هادي من الحوايج الايجابيه، حيتاش كتحيد عليك بزاف ديال لي شارج اللي تقدر تكوسر فيهم وانت ما عارفش بان داك البرودكت واش غادي يجيب لك الربح او لا. هذه اول حاجه نقدروا نتناقشوا فيها. ثاني حاجه كتبان ليا هي ليفريزون الدراري تقريبا الا تعطلتي على داك السيد كتوصلوا في 30 دقيقه الا تعطلتي، وما كتحتاج انك تاين مثلا 24 ساعه او لا. كاين اللي كتوصل كاع ل 48 ساعه باش يوصلك مثلا واحد البرودكت، حيتاش كيكون مثلا ليفريزون كدا بزاف ديال الحوايج. دونك هنا فين كتهنى من داك اللعيبه ديال يوصلك البرودكت معطل وشحال من حاجه. دونك مع كتخلص من عند الكليان ديك الساعات كتصيفط ليه البرودكت ديالو. ثالث حاجه فيه الربح طالع بزاف. علاش؟ حيت دابا مثلا تقدر تدخل لواحد السيت شنو كيطلب منك، كيقول لك مثلا قد غير ستور ديالك وحنا كلاينتس على حسابنا. والصراحه هذه حاجه اللي زوينه. بحال على سبيل المثال زد تو يو، هاد السيت هذا فيه ترافيك، دونك بلا ما تحتاج انك دير الادز لواحد البرودكت، السيت فيه ديجا الترافيك. او على سبيل المثال جي سيل هذا الصراحه زوين بلا ما تحتاج انك دير الادز. المهم هادو ثلاثه د الحوايج اللي بانوا لي الصراحه زوينين، وكاين مكتر. والصراحه في السلبيات ما كاين فيه حتى شي سلبيات الصراحه، ما فيه حتى شي حاجه تعيبو. دونك ما عندنا فين ندويو في السلبيات من غير الايجابيات، حيتاش ما فيه حتى شي حاجه اللي خايبه، من غير انه شي مرات كتكون مثلا كتبيع واحد البرودكت اللي كيكون غير قانوني او لا شي حاجه بحال هكا. حيتاش بعض المرات واحد السيت فاش كتشري منه واحد البرودكت يقدر هذا البرودكت هذا اللي شريتي ما غيبقاش خدام. دونك الكليان اللي كنتي بعتي ليه غادي يرجع وغادي يصيفط لك يقول لك هذا البرودكت هذا ما بقاش خدام ليا. دونك انت كترجع انك تدوي مع خونا اللي كنتي شريتي من عنده في الاول. هذه الصراحه ماشي سلبيه، وانما بحال كاع المشاكل اللي كاين في اي دومين. انت ما كيهمكش خونا منين كيجيب داك البرودكت،
كيكراكيهم كيهاكيهم يدبر راسو. انت اللي كتعرف هو انك كتشري داك البرودكت وكتبيعو لناس وحدين اخرين. واخا غالبا كاينين اللي كيطيحوا على دي ميثود اللي يقدر مثلا لنفترض ان هاد البرودكت هذا تساوي 10 دولار، كتمشي تدخل واحد السيت كتلقاه مثلا غير ب2 دولار. يقدر هاد خونا هذا طايح على واحد الميثود ديال كيفاش يجيب هاد البرودكت فابور، داكشي علاش هو كيبيعو لك ب2 دولار وعنده الربح. حيتاش ما غاديش يبيع ل1000 واحد وما غايبيعش ل10,000 واحد، بل كيبيع الكونتيتي الكبيرة. دونك فاش كنقولك بانه قادر انه يوصل لهاد البرودكت هذا فابور، يعني يقدر يكون كيستخدم كما كنقولوا حنايا بالتاغ مغربي تاع حراميات. دونك كيمشي مثلا كيشد واحد الميساج كيكونتاكتي مثلا الشركة كيقول لهم بان باغي ندير مثلا الاشتراك، ولكن انايا مازال كنقرا وكذا وداك الشيء. وكاينين الاكثريه اللي الشركات اللي كيعطيو مثلا الدراري اللي مازالين كيقراو، هما كيقول لك مثلا عطاني بروف بانك مازال كتقرا وغادي تدي هاد البرودكت فابور. وراكم عارفين كاينين سيتات اللي كيكونوا مسربين فيهم المعلومات، اولا سيتات اللي كيكونوا عشوائيين كيعطيوك معلومات اللي عشوائيه، دونك كيكونوا كيستغلوهم. ولكن حنا ماشي الغرض ديالنا في هذا الشيء كامل. دونك كنتمنى انني نكون حاولت قربت لكم الفكره اللي خاصكم تفهموها. عاد راه ما شرحش بزاف ديال الحوايج، فريمون بزاف ديال الحوايج اللي خاصني نشرحهم. ما بغيتش نحرق عليكم المراحل حيت جايين فيديوهات اللي كنوجد فيهم غادي يتلاحوا في اقرب وقت ان شاء الله فاش نساليهم. ممكن انك تكون فاقد الامل ومن بعد ما شفتي هذا الفيديو رجعت فيك شويه ديال الموتيفاسيون. كنتمنى انك تكون استفدتي ولو غير 1% من هذا الفيديو هذا. وشكرا ليك حيت وصلتي حتى لهنا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش انك دير شي كومونتير يكون زوين ودير لايك. وتحياتي.